السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله طه، ودي حلقة جديدة من حلقات بودكاست أربي إزاي. تقريبا طال الغيابة دكتور سلسبيل. بقالنا كتير قوي ما عملناش حلقات. اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن أو آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها كطفلي بقى إزاي يسمع كلامي وإزاي يساعدني. فشلنا بقى. فشل ذريع. الكومنتات كلها بتقول فشل ذريع، ما حدش عارف إزاي يسمعوا الكلام ولا حد عارف إزاي يساعدونا. هل بقى ما ده بيحصل بيلجأوا اول حد بيلجأ او الناس كلها بتلجأ يضرب يشتم يهين؟ هل السياسة ديت طبيعية او انا ليه بعاقب اصلا؟ بص، احنا يعني كنا اتكلمنا قبل كده على العقاب ادينا نظرة سريعة يعني جرينا من عندها، بس ما استفدناش قوي في موضوع العقاب. بس العقاب مهم جدا، لان احنا هنفرق فيما بعد ما بين العقاب والعاقبة. اول حاجة قبل ما نيجي نتكلم عن العقاب، هقول لك ان لو رجعنا بالذاكره لاول حلقه، صعب جدا ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي احنا اتربينا عليها وبرمجنا عليها زي ما احنا كنا بنتهان حضرتك. بالظبط كده. ففكره ان انا طول الوقت ماشيه بسياسه ان انا واخده ان لازم يسمع كلامي ولازم كلامي يبقى اوامر وكل حاجه تتنفذ زي ما انا عايزه. لكن انا ما فيش مره مثلا جه على بالي ان انا اسمع الكلام اللي انا بردده على ابني ده عامل ازاي، تأثيره عامل ازاي. مثلا ردود فعله لما انا الومه، لما انا اتهمه، لما انا اهدده. تمام. وقبل ما ابدا في العقاب لازم برضو ابقى عارفه حاجه، ان مش في كل مره الموضوع معايا هيصيب. يعني ايه؟ يعني مش كل اللي انا عايزاه هيتحقق، مره او مره لا. وموضوع التربيه بيحتاج مني وقت. يعني احنا هنعتبر ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مهارات. كل مهاره عشان اقدر اتقنها في علم النفس لازم اخد 21 يوم متواصل عشان اقدر اتقنها. طيب لو احنا بقى جينا للاهل والاب والام وجينا سالنا اب وقلنا له يا ترى انت بتعاقب ابنك ليه؟ تخيل هو ممكن رده يبقى عامل ازاي. ممكن يقول لك مثلا والله انا بعاقبه عشان انا ما عنديش طريقه ان هو يفهم غير العقاب، عشان اعرف اعلمه الغلط. اما هو هيتعلم ازاي؟ علشان افضل ماسك زمام الامور في البيت ومفيش حاجه تفلت مني، او انه يفضل خايف مني مثلا. فهو هتلاقي مبرراته مش واضحه لان هو بيعاقب. تمام. هو بيربي باللي اتربى بيه زي ما احنا كنا اتكلمنا بالظبط. طب ولو مش هيعاقب هيعمل ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يتعمل غير العقاب؟ ما هو ما سمعش كلامي او ضايقني او عمل غلطات، ايه بديل تاني بقى للعقاب؟ بص، هو العقاب يعني بيحرم الطفل من ان هو يواجه سوء التصرف والسلوك. تمام. فانا في حاله ان انا بعاقبه، ان انا بحرمه يعني من هو يتحط في موضع ان هو يقدر يشوف ايه الحاجه الغلط اللي انا عملتها دي واصحح الغلط. هو بيتضرب وخلاص. هو بيتضرب وخلاص. طيب في بدايل للعقاب؟ في بدايل للعقاب. اول حاجه وانا بحب ان انا اتكلم فيها هي فكره ان دايما احمل ابني المسؤوليه. طول ما هو عنده القدره على ان هو يتحمل المسؤوليه، اديله مثلا مسؤوليه في مهمه معينه، ساعتها هيقدر هو يحل المشكله اللي اتحط فيها. يعني مثلا انا دلوقتي نويت ان انا هروح انا وهو الهايبر نشتري شويه حاجات. تمام. اديله مسؤوليه ويتحمل مسؤوليه المهمه اللي هيقوموا بيها. بعمل تخطيط مسبق عشان افشل اي محاولات ان هو يعمل لي مشاكل في الهايبر واحنا هناك. فمثلا هقول له اول حاجه واحنا هناك، بدل ما اقول له ما تحطش ايدك على الحاجه دي، هروح قايله له ايه؟ طب ما تناولني حاجه من على الرف اللي عندك ده، ما تديني مثلا ازازه شامبو، هو يعمل معايا الشوبينج واحنا واقفين. ده بديل للعقاب؟ دي بدائل صحيه للعقاب. بدل ما انا هروح مد ايدي عليه، ما هو اول ما يمد ايده، يعني هو اول ما يمد ايده اقول له اسكت ابعد ايدك هضربه. هو ده بديل ان هو ما يغلطش. ايوه، انا بعمل تخطيط بعالج السبب. أيوة تمام. بالظبط كده. عشان خاطر انا لما بديله مهمه ان هو شخص مسؤول، لا هو هيبقى قد المسؤوليه وهيساعدني، فساعتها انا مش هلجأ للعقاب. ما هو ساعتها مش هيعمل حاجه غلط. صح. تمام. طيب مثلا ولادنا اكيد يعني ده ما بيحصلش بسرعه او بالسهوله دي، ومد ايده على الحاجه او وقع حاجه من على الرف واحنا بنجيب. طبعا احنا لساننا على طول انت كذا، انت ما بتسمعش الكلام. وانا بشتمه الحاجتين عشان اعاقبه وعشان صاحب الكشك اللي انا عارفه فيه هيقوم طبعا خلاص بقى يا فندم. فانا بعبر عن شعوري بان اللي انت عملته ده ضايقني. فانا هقول له لا، التصرف اللي انت عملته ده غلط، وانت شايف ان مثلا اللي معانا عيال كتير صغيرين في الهايبر ما حدش عمل اللي انت عملته، وابين له ان انا اتضايقت وادي له بديل. لازم ادي له بديل. هتركب معايا في العربيه بتاعت ما هو صغير بقى مش كبير، انا بتكلم على الاطفال الصغيرين. هتركب العجله
ازقك ولا هتمشي قدامي تمشي في ايدي؟ ايوه لسه عمال يتنطط، هتبطل تنطيط ولا تتضرب؟ لا، ما هو مش هيتضرب، ايوه صحيح. هو مش هيبطل تنطيط. اقوم قايله له بقى ايه؟ انت اللي اخترت ان انت تقعد في العجل. بقى هنا باخد امر حاسم، بقوم بامر حاسم. الحسم في معظم الامور بيحلها. لكن ان انا ايه، لا معلش عشان خاطري وعشان منظري قدام الناس واقعد اتحايل عليه ومش عارف ايه، لا ساعتها انا اللي هاخد على دماغي في الاخر. ضيعت كاريزمتي يعني. بالظبط. وبعدين اديله بقى تعويضات في حاله، اخليه يتعود ان هو يقدم تعويضات لما يتلف حاجه. يعني مثلا هو جت مثلا بنتي طلبت مني حاجه ورجعت لي الحاجه دي مقطوعه، تقدم لي تعويض عن ازاي هي تصلح الحاجه اللي تلفتها. ما هو فكره ان انا هروح شايله ايدي نكتاها او مديها قلم على وشها، انا ما حلتش الموقف. هي الشنطه في الاول وفي الاخر اتقطعت، لكن انا عايزه اولا اوصف لها توقعاتي من ان انا ما كنتش اتخيل بصراحه ان انت لما تاخدي الحاجه ترجعي لي مبهدله بالشكل ده. فانا عرفتها ان الحاجه دي زعلتني او ضايقتني. وبعدين هتعملي ايه بقى؟ إيه تفتكري ممكن نصلح الحاجه دي ازاي؟ يبقى انا هنا بمشيها معاه بالتدريج. الاول بخليه عضو فعال في المهمه اللي انا هقوم بيها، او في الحاجه باظت اتكسرت، هديله خيارات، هخليه يقدم تعويضات، هوصف توقعاتي، هعبر عن شعوري بالحاجه اللي مضايقاني. وفي الاخر هي مش راضيه تلم نفسها وعماله تدغدغ في الحاجه، هاخد الحاجه بتاعتي دي واروح قافله عليها وحاطه لها قفل. حطيتي قفل ليه؟ معلش احنا جربناكي مره واثنين وثلاثه، مش هتستخدميها تاني، مش هتستخدميها تاني، اتقفلت. زي انا رايحه دلوقتي. وبعدين احلى حاجه بقى في الموضوع ده ان انت تخليه يعاني من سوء التصرف اللي هو عمله. يعني يشوف عواقب افعال. هو راح وبهدل الدنيا ودرمغني وقعد يجر فيا ويسحبني قدام الناس، والموقف ده زعلني، ومهما قلت له انا زعلانه خلاص مش محوق فيه. هاجي البس عادي خالص قدامه وامشي. انت رايحه فين؟ انت مش هتيجي ليه؟ حصل منك كذا 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 كذا. هو هنا شاف عاقبه الامر، انا ما عاقبتوش. هقول له ان شاء الله المره دي مش هتيجي، بس المره اللي بعدها هتيجي. فانا هنا بعرفه ان دي عاقبه الموضوع مش العقاب. تمام. الموضوع طلع كبير مش جدا. بالسهوله دي. طيب يعني انا مش عارف يعني اوقفك ازاي. فرضا هو طفل صغير لسه ما بيفهمش حاجه، لسه صغير، هضربه برضو ولا هقعد اقول له بقى لا ما تمدش ايدك وهقعد اخيره؟ هو طفل صغير مش بيتكلم، صح؟ لسه صغير من بيبي، بس بيسمع بيفهم بيشوف. يعني ما اعرفش بقى انتوا اللي عارفينها بتوع يعني النفس. هو بيشوف وبيسمع وبيفهم وبيدرك كل حاجه، حتى لو هو لسه صغير خالص، يعني عنده سنه حتى هيفهم. تمام. فالخيار هنا للام قدامها اختيارين، يا اما ان هي تلجا لان هي تعلم ابنها ان الطريقه الوحيده في ان هو يتعلم اي سلوك هو ان ياخد على وشه ويتضرب، او يتعامل كبني ادم عنده قيمه كده وتحترمه وتعلمه السلوك وتوصله المعلومه وتعلمه ازاي يتعلم ان الحاجه دي غلط. يعني مثلا هو قاعد بيلعب بسكينه، بيلعب باي حاجه، اديله بديل، اديله حاجه بلاستيك. اللعبه بتتكسر وانتش منه واقول له انا ما قلت لك ما تمسكش اللعبه دي، طب ما تديله انت حاجه تانية، هو هيفهم ازاي؟ فدايما هتلاقي ان المعلومه لما بتتقدم لابني تاثيرها هيبقى اسرع بكتير قوي من القلم اللي نزل على وشه. يعني احنا بنتعلم من الواقع ومن التجارب اللي احنا عايشين فيها اسرع بكتير من العقاب. ودايما بيبقى تحت شعار ايه؟ عشان مصلحتك. أيوة انا بضربك عشان تتعلم، عشان انت تبقى كويس. طيب قلنا في اول حلقه الفرق بين العقاب والعاقبه، ايه الفرق ما بينهم ويعني ايه عقاب ويعني ايه عاقبه؟ لا ده ان شاء الله بقى كده هنتكلم عليه بشكل مستفيض الحلقه الجايه ان شاء الله. ودي كانت حلقه جديده من حلقات بودكاست يا رب ازاي.